يا مساء الخير والبركة والذوق الواسع على كل اخواتي وحبايبي في قناة بيتي كل حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بنقفل أسبوعنا الأول، اليوم السابع في عمر الكتاكيت بتاعتنا. وقبل أي كلام تعالوا نشوف نتيجة تعبنا على الميزان. شايفين الرقم ده 214 جرام؟ بفضل الله عدينا 200 جرام في أسبوع واحد. صلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي ايه رأيكم في التحويل الجبار ده. طبعا عشان نوصل للوزن ده كان لازم نعمل تغيير مهم جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا كبرت المكان ووسعت عليهم الدايرة. الكتكوت في اليوم السابع بيبدأ يكبر وحجمه يفرق، ولو فضلنا قافلين عليهم في مكان ضيق هيعرق، نسبة الكتم هتزيد ومعدل سحبهم في العلف هيقل. بصوا الكتاكيت فرحانة ومفرفشة ازاي في الواسع، بيجروا وينكشوا براحتهم. الفرفشة دي هي اللي بتتحول للحمة على طول. وخدوا بالكم من التركة دي، أنا حاطة تحتهم شبك للتحضير اللي هو البلاستيك ده ممتاز جدا، بيخلي أي فضلات تنزل تحت، ويفضل الكتكوت طول الوقت صدره نضيف وناشف، وده بيحمينا من أمراض الكوكسيدة وأي مشاكل معوية. عايزة أقول لكل ست بيت بتربي معانا، الأسبوع الأول ده هو الأساس. لو أسست صح بقية الدورة هتمشي معاكي زي الحلاوة. لما توسعي المكان خدي بالك توزعي العلافات والسقايات كويس عشان ما يبقاش في زحمة على الأكل، والكتكوت الضعيف يلحق ياكل زي الكتكوت الأول، وتلاقي الأوزان كلها متساوية ومفيش تفاوت. والحرارة يا جماعة، احنا وسعنا المكان بس عينينا دايما على درجة الحرارة واللمبة عشان ما ياخدوش برد مننا. طول ما الكتكوت منتشر كده ومش مكتوم على بعضه اعرفي ان دنيتك تمام التمام. بما اننا خلصنا اول اسبوع بنجاح الحمد لله، عايزة اقول لكم على سر مهم جدا في طريقتي. احنا هنا لا بندي اعشاب ولا خلطات ولا حتى ادوية ولا علاجات، عمال على بطال. احنا بنربي كتاكيت اورجانيك بالظبط زي تربية اهلنا زمان اللي بتطلع لحم مسكر ونضيف 100%. السر كله يا جماعة مفيش اسهل منه التدفئة الصح، وان المكان يكون مظبوط عليه ومتهوي، والكتكوت واخد راحته تماما في الأكل والشرب واللعب زي ما انتم شايفين. طول ما الكتكوت متدفي ومكانه نظيف ومش مزنوق هيحول معاكي لحم، ومش هتحتاجي لأي أدوية بفضل الله. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وشجعكم على التربية في البيت، كلها خير وبركة، وبتمنى البيت يبقى كله رزق. ما تنسوش تدعموا أختكم أم معاذ بلايك جميل من إيديكم، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا دورتنا يوم بيوم لحد ما نوصلهم للذبح والطبخ بألف هنا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.